بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشاهدين المحترمين على اليوتيوب، اتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضل وليس امر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. النادي الاهلي يقترب من التجديد لحسين الشحات واحمد نبيل كوكا. خلاص يعني الموضوع دخل في مراحل متقدمه، فبنسبه كبيره جدا طبعا كلنا عرفنا ان حسين الشحات ما يعني جاله عرض من الدوري الليبي، وهياخد رقم محترم، هياخد يعني رقم كويس جدا مقارنة باللي ياخده في النادي الأهلي. ولكن يعني خلاص يا جماعة، النادي الأهلي أو الكابتن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع الثنائي، وبنسبة كبيرة خلاص يعني إن شاء الله بإذن الله حسين الشحات يجدد وأحمد نبيل كوكا يعني مع العلم طبعا ان احمد نبيل كوكا الفتره اللي فاتت دي بيقدم مستويات كويسه جدا في غياب يوسف بالعمري. ولكن انا اتمنى ان احمد نبيل كوكا يشوف يعني عرض احتراف او يرحل عن النادي الاهلي. كوكا مشكلته انه يعني مستواه مش ثابت، وما يعني في مركز الجناح هو دفاعي كويس تمام، ولكن مش هيقدر يخدمني في الاوفرات. انا عايز باك شمال طبعا يخدمني في الاوفرات، طبعا يكون دفاعي وهجومي طبعا. في نص الملعب ما بشوفوش افضل حاجه، في لعيبه طبعا افضل منه، وفي اخبار بتقول طبعا ان عمر الساعد نسبه كبيره جدا هيرجع، وفي كلام اخر يعني او في اخبار اخرى بتشير الى عوده احمد رضا للنادي الاهلي مره اخرى. وطبعا بالنسبه لاكرم توفيق موضوع مقفول، اكرم توفيق مش هيرجع تاني، او مش هيرجع تحديدا في الموسم ده. وموضوع محمد عبد المنعم برضه مقفول، مش هيرجع. يعني وجهة نظري طبعا محمد عبد المنعم ما فيش حد يختلف عليه طبعا في مصر، ولكن هو بيفضل فكرة الاحتراف، هو حابب فكرة الاحتراف، عايز يثبت نفسه في الاحتراف. ربنا يوفقه طبعا، وربنا يوفق جميع اللاعبين. فأنا بشوف طبعا خروج أحمد نبيل كوكا على سبيل الإعارة أو على سبيل البيع، فدي حاجة في مصلحة النادي طبعا، لأن كده كده أنت محتاج لعيب تقيل في نص الملعب طبعا. لأن طبعا مروان عطية عفوا اليو ديانج خلاص ماشي، خلاص قصته مقفوله. الاهلي في الجانب الدفاعي طبعا محتاج لاعب تقيل، ورفض رجوع اشرف داري، وانا مع القرار ده طبعا، واعتقد كل الجماهير هتكون مع القرار ده. كلنا شفنا اداء اشرف داري، اتفاجئنا طبعا بادائه واصاباته الكتيره. طبعا لاعب زجاجي يعني بيفكرني طبعا باللاعب محمود متولي. طبعا كلنا شفنا كان اصابات لعيبه كانت كويسه، بس الاصابات دمرتها طبعا. فالاهلي يعني بيفكر في بيع اشرف داري بشكل نهائي تمام. فالاهلي في الوقت الحالي بيفكر في مدافع تقيل محترف او اجنبي بالنسبه للنادي الاهلي في الوقت الحالي.